طيب، كل سنة وانتم طيبين. النهارده هنتكلم بس عن ماتشات امبارح. ماتش بيراميدز والجيش الملكي والاهلي والهلال السوداني. ماتش الاهلي طبعا انا يعني كنت متابع ماتش بيراميدز، لكن كده اتفرجت على لقطات من ماتش الاهلي. مستغرب خالص من التوجه بتاع الهجوم على الحكم. ما كانش فيه لقطات مؤثرة، يعني ما كانش فيه طرد، ما كانش فيه ضربة جزاء، ما كانش فيه هدف مثلا للهلال ما اتحسب مثلا، او هدف الاهلي ما اتحسبش. الموضوع اوفر شويه مع الحكم. لكن اجمالا برضو الاهلي ما صنعش فرص كتير، والهلال السوداني وصل بكور كتيره كانت خطيره. بالنسبه لبيراميدز والجيش الملكي، صحيح الجيش الملكي ضيع اكتر من فرصه، لكن بيراميدز كان مسيطر بالطول وبالعرض، وظهر قوي شخصيه البطل مع بيراميدز. انه حتى واحنا كسبانين اربعه برضه مكملين وبنروح بهجمات، وفي كرة في العارضة، والكرة بتاعت مايلي اللي عدت جنب العارضة. في اكتر من حاجة بتحصل. طيب، فنيا بقى لو نتكلم عن سبب تفوق بيراميدز امبارح. اولا ابراهيم بلات توريه كان في مستوى حلو خالص في التحولات. الحاجة التانية رمضان صبحي دايس على البنزين وبيلتحم وكان ظاهر بشكل كويس خالص، وانا برضو استغربت ان رمضان خرج. الحاجة الجميلة قوي بقى ابراهيم عادل هو اللي بيصنع دايما الفرق. ابراهيم عادل عنده ثقة عالية قوي في نفسه. الحمد لله هو بيدخل على المهاجم، على المدافع. يعني هو كمهاجم بيستلم الكورة وبيروح للمدافع، هو بيروح له. هو مش خايف، هو هيعمل حاجة. هيرقص بقى، هيعمل ثرو زي اللي عمله الفيستون مايلي. هيبدأ يعمل لك حاجات تصنع الفارق. ده ثقة بالنفس. وهو مش دايما بينجح، يعني في كور كتير ابراهيم بتتقطع منه وبتستغرب انها اتقطعت منه، بس عشان هو اللي بيحاول. في لعيبه كتير بتخاف تعمل حاجات زي كده. طيب، يعني مهند لاشين بصراحه انا شايف انه امبارح ما كانش مستواه كويس. احمد سامي وعلي جبر الاثنين امبارح ما كانوش كويسين، لكن الحمد لله الفرقه بقت كويسه لدرجه انه لما يكون في لاعب مش في مستواه باقي زمايله بيشيلوه. وان شاء الله يعني بيراميدز السنه دي ياخد الدوري والكاس ودوري الابطال وكاس الرابطه ان شاء الله يا مسهل. طيب، ازمه بقى الرابطه واتحاد الكوره والكلام ده كله، بغض النظر عن مش هندخل في التفاصيل، بس اللي حصل يوم ماتش الاهلي والزمالك. النادي الاهلي لو هو غلطان يبقى هتطبق عليه اللائحه. لو الاهلي مش غلطان وهتقول لي والله الاهلي مش غلطان عشان واحد اتنين تلاته، ماشي. فاحنا هنعيد الماتش برضو، انا ما عنديش مشكله. لكن فكره انه لا الماتش مش هيتعاد بس الاهلي مش هيتعاقب، دي انا مش فاهمها. يعني هو كده مين اللي غلطان بقى؟ يعني ما هو لازم في حد غلطان. يعني المشهد اللي احنا شفناه ده اكيد مشهد مش كويس، فلازم في حد غلطان. مين اللي غلطان بقى؟ انا رايي انه بيراميدز والزمالك يكملوا في الموضوع ويروحوا المحكمه الرياضيه عشان الموضوع ده ما يتكررش تاني. ما هو بعد كده اي فريق مش هيبقى عاجبه القرارات او مش هيبقى عاجبه اي حاجه هينسحب ويقول لك والله ايه، زي ما عملتوا مع الاهلي تعملوا معانا.